السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لاختلاف الوقت وان حصلت ظروف معايا، فانا بالتالي غيرت المكان اللي انا متعود اصلا اصور فيه، فهو ان شاء الله النهارده بس وبعد كده عادي يعني. ختامه مسك بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة كولر. شفناه في ماتش المصري، حط لعيبة من الشباب او معظم اللعيبة اللي كانت بتلعب اصلا هي بتاعت الشباب، وابتدى ان هو يعتمد عليها في الماتش، بحيث ان هو يشوف كل واحد في الملعب ويشوف هو عايز مين ويقدر يستغنى عن مين. الفريق الاول او من الفريق اللي متعود اصلا في التشكيله تبدا معاه لاعب منهم حوالي 3 او 4 لعيبه، اذا كان علي لطفي، رامي ربيعه، وطاهر، ويعتبر محمد الضو كريستو. بالمناسبة كريستو فهو باين كده انه عنده كتير جدا هو لسه عايز يقدمه، بس مفيش فرصة جت. واعتقد ان الراجل اصلا ممكن يبقى فيه نسبة كمان إعارة، إن هو ياخد احتكاكات ويرجع السنة اللي هي بعد الجاية إن شاء الله يبقى واقف على رجله ومتمكن أوي أكتر من اللازم. الكندوسي كمان اللي أنا نسيته ولعب معاه برضو كان غايب، ومش فاهم الكندوسي لحد دلوقتي إزاي مش لاقي نفسه مع كولر. أنا مش فاهم، الراجل جاي من يناير، برضو الصفقات بتاعة يناير لحد دلوقتي عليها علامات استفهام كبيرة جدا. صفقات يناير وصفقات في بداية السيزون، إذا كان الكندوسي، إذا كان برونو سافيو، شادي حسين، ما حدش لحد دلوقتي اصلا اثبت جديه الا اذا ما عدا خالد عبد الفتاح، واثبت فعلا نفسه في الملعب للنادي وللجماهير كمان. ممكن اللي فرق فعلا في الخطه وفرق مع اللعيبه دي هي ان كابتن محمود اعلن ان هو اللعيبه هتريح من السيزون في اخر السيزون اللي فات ويبتدي يعتمد على الناشئين. لما النادي الاهلي خلص السيزون اللي فات مركز ثالث، فانا اعتقد ان الاجازه دي هي اللي فرقت مع اللعيبه جدا انها تنهي الموسم ده بالشكل ده، مع وجود مدرب فاهم وعارف هو بيعمل ايه، وقدر فعلا يحقق كل اللي الجماهير بتحلم بيه: بطوله افريقيا، بطوله كاس، سوبر، دوري، وان شاء الله هناخد الكاس، وان شاء الله برضه في سوبر افريقي. ده غير مركز رابع كاس عالم انديه، وعمل ماتشات في كاس العالم. لولا اخطاء بعض من اللاعبين كان فعلا النادي هياخد مركز كويس في البطوله دي، بالذات ماتش فلامينجو. الانفراد اللي ضيعه محمد شريف وبعد الغلطات اللي وصلتنا ان احنا نخسر الماتش. المجمل ان في لعيبه انا او في لعيبه كولر ابتدى يحط ايده عليها بالذات في الشباب. فانا اعتقد ان على السيزون الجاي هتلاقي فيه كم عدد لعيبه من الشباب خارج اعارات هتبقى بنسبه كبيره جدا، واتمنى ان هو يتحط شرط في العقد بتاعهم في الاعارات ان اللعيبه دي تشارك ولو بنسبه متوسطه حتى، علشان تاخد احتكاكات مع فرق الدوري وترجع لك قويه. في حاجه كمان اللي هي فيوتشر وجهت الشكر لكابتن علي ماهر. طيب، لحد دلوقتي هو ده قرار غريب بالنسبه لي. فيوتشر طلع السنه اللي ده تاني سيزون ليه خلصان مع الدوري في الدوري المصري، فانت ازاي او ايه مدى طموحاتك اصلا انك انت تحقق مركز ثالث او رابع في الدوري؟ مفيش. خلينا ننصف كابتن علي ماهر ونقول هو اللي علّى اصلا اسهم الطموحات عند النادي واداره النادي، ان هم بقوا عايزين يطلعوا مركز تاني او مركز او يعني مثلا ياخدوا بطوله زي بطوله الكاس، او الدوري لسه بدري عليه ان هو يطلع يحقق دوري، وهو اصلا واخد السنه اللي فاتت معاهم كاس الرابطه. فقرار غريب وانا مش فاهمه لحد دلوقتي ازاي الاداره بتاعت فيوتشر عملت حاجه زي دي، الا بقى اذا كان في خلافات شخصيه ما بين الاداره وكابتن علي ماهر، في ان هو في لعيبه مش عادل، مش لازم، مش عادي يستغنى عنها، او والنادي مهما كان النادي ممكن نقول ان هو نادي استثماري وبيدور على الفلوس والكلام ده كله. ففي المجمل اللي هو القرار غريب، والمجمل ان اعتقد بعد كابتن علي ماهر بالذات في ماتش بالذات لنادي فيوتشر، ما اعتقدش ان هو كان ممكن يجيبوا رابع او خامس، كنا ممكن نشوفهم مثلا في مركز في نص الدوري او في اخر الدوري. مع التدعيمات اللي انت عملتها دي كلها، مشيت كابتن علي ماهر، فانت لازم تجيب مدرب اعلى منه، لان انت معنى كده ان انت كنت عندك طموحات ان انت مثلا ممكن عايز تشارك في افريقيا، عايز بطولة كاس، عايز بطولة دوري، فانت لازم هتجيب مدرب اقوى منه. اما بقى تروح تجيب لي واحد زي كابتن
او بلاش نذكر اسامي، حد مثلا من المدربين المتوسطين اللي عندنا في الدوري وتقول له يلا بقى تعالى وانا هجيب لك وهجيب لك وهجيب لك، فدي هتبقى خطه في منتهى الفشل. فزي ما قلت بعد كابتن علي ماهر انت لازم تعلي سقف الطموحات عندك، فالاولى انك انت تجيب مدرب اجنبي، وانت كده كده عارفين ان نادي فيوتشر مع فلوس، واصلا هو معمول بهدفه هو استثمار. كابتن محمد عبد الشافي من الشخصيات المحترمه جدا اللي تجبرك هي على احترامها. الراجل طلع في منتهى الهدوء والبساطه، اعلن اعتزاله رسميا. انا لا شفته في يوم عدا جمهور، ولا شفته في يوم راح عمل مشكله مع جمهور، ولا شفته في يوم راح شاور اشاره خارجه لجمهور. الراجل فعلا في منتهى الاحترام والشياكه. الراجل حس ان هو هيتصاب فتره كبيره جدا، فقال لرئيس النادي خلاص كفايه عليا كده. الراجل محترم جدا، خد بطوله مع منتخب مصر، ولعب مع بطوله افريقيا 2010 مع منتخب مصر، وشارك مع منتخب مصر في فترات كبيره جدا، ووصل كاس عالم. فشخصيه محترمه زي دي فعلا تتشال على الراس، بالذات ان هو زي ما قلت لا عمل مشكله مع جمهور منافس ولا اي حاجه. الراجل حس ان هو الاصابه بتاعته هتطول، فقال لرئيس النادي بتاعه انا خلاص هعتزل ومش هكمل تاني. واحد زي ده اقسم بالله انا بتمنى له فعلا التوفيق من كل قلبي في اي مجال هو يخشه. زي ما قلت ان انا بصور في مكان نظرا لظروف، في مكان غير اللي انا بصور فيه، فان شاء الله الحلقه اتمنى انها تعجب حضراتكم، واتمنى ان انتوا تنزلوا تدعموني بانك تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. سلام.